اليوم غادي نهضروا على موهبة اللي كتعتبر من عناصر الأساسية ديال إنجازات كتيبة سعيد تشيبا، واللي هو محمد حموني جناح لو هافر الفرنسي. في هذا الفيديو غادي نهضروا على النسخة الخارقة ديال محمد الحموني تحت قيادة سعيد تشيبا، اللي خلات العديد من الأندية الأوروبية تخاطف باش تعاقد معاه. وبالاضافه غادي نشوفوا حقيقه انتقاله الى نادي اياكس امستردام الهولندي. ولكن قبل ما نخليكم مع الفيديو ديالنا، جبت لكم انستغرام ديالنا اللي كنحطوا فيه اي تطور على المحترفين المغاربه والجديد العاجل على المنتخب المغربي. والناس اللي مهتمه بتتبع اخبار المنتخب المغربي غادي نخلي لكم اللين ديالو في اول تعليق. كما كتعرفوا كاملين، محمد الحموني كان من احد العناصر الاساسيه ديال كتيبه سعيد تشيبا المشاركه في كاس افريقيا للناشئين. ومحمد الحموني قدم مستويات كبيره، ولكن الموهبه ديالو انفجرت في كاس العالم للناشئين في اندونيسيا، وتختار في التشكيله الاساسيه ديال البطوله. وما نساوش بانه كتعتبر افضل مراوغ في البطوله، وكلشي كان كيشبه السيل ديال اللاعب ديالو بالاسطوره البرازيليه رونالدينيو. صراحه انا شخصيا تفرجت فيه طيله المسابقه، كانت عنده سرعه رهيبه ومراوغات عالميه، وبين بانه غادي يكون جناح عالمي في المستقبل. ولكن مباشره بعد كاس العالم تراجع في المستوى ديالو. كنظن بانه عنده مشاكل مع الفريق ديالو لو هافر الفرنسي. كنظن بانه هو باغي ينتقل بشكل حر يعني مجاني، ولكن اداره نادي لو هافر الفرنسي باغيين يجدوا العقد ديالو باش يبيعوه بالمقابل. وما نسوش بان محمد الحموني انضم الى وكاله بي سي جروب اللي تعتبر من افضل الوكالات في العالم، ومنضمين لها العديد من النجوم عالميين. وحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، محمد الحموني تحت مراقبة العديد من الأندية أوروبية، ومن بينهم نادي أولمبيك ليون الفرنسي ودورتموند الألماني وآياكس أمستردام الهولندي. وحسب نفس المصدر، محمد الحموني يفضل الانتقال الى نادي اياكس امستردام الهولندي، حيت غادي يلعب مع الفريق الاول. كنتمناو انه ياخذ القرار الصحيح في الانتقال ديالو، حيت هذه اهم مرحله في المسيره ديالو، وكنتمناو له التوفيق والنجاح.